الحمد لله القائل: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. يا ابناء حضرموت، إننا في هذا اليوم المبارك، اليوم البهيج الذي اجتمعت حضرموت على بكرة أبيها ممثلين كل بشخصه ونفسه. كل حضرمي أيها الإخوة وهو محب لحضرموت عليه أن يجتمع، لأن التفرق هو الذي أضاع حقوق حضرموت. كم اجتمعنا وكم التقينا وكم احتشدنا وكم مليونيات وكلها تذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأننا نتفرق ونتشتت ونتمزق، وكل واحد منا يذهب إلى هواه وإلى تيار وإلى فكر وإلى شيء من هذه المفرخات التي يفرخها أعداء حضرموت. لا يمكن أيها الإخوة أن تقف هذه الأبة أبدا حتى تحقق أهدافها الصادقة المخلصة. حضرموت اليوم إذا لم تقوم في هذه اللحظة لم تقوم لها قائمة أبدا. اسمعوها من شخص مجرب يعرف السياسة ويعرف المسؤولين، ودخلنا بيوت الوزارات وعرفنا كيف تنتزع الحقوق. الحقوق لا تعطى أيها الإخوة، ولكنها تنتزع. الحقوق تنتزع، ولكننا نحن حضارم دعاة محبة ودعاة سلام ودعاة تعايش ودعاة ألفة ودعاة الخير لكل الناس. نحن لا نبخل على غيرنا، ولكن كما يقول المثل الحضرمي: ما حد يلقي سقايه وأهل بيته. لذلك أيها الإخوة لا أخفاكم، كل من يتكلم ويتشدد ويتغنى بحضرموت، ولكن حضرموت هي في الدرج الأخير في حياته. أهم شيء مصالحهم الشخصية، أهم شيء ماذا يجري من هذا المنصب أو من هذا المقام. أما نحن اليوم جئنا ونحن لا نظهر ولا نظهر في مثل التجمعات إلا التجمعات الصادقة. لما لمسنا الصدق والإخلاص من هذا الشيخ أتينا بأنفسنا، ونحن كنا ولا نحتاج إلى مناصب، فقد طعمنا المناصب ورأينا المقامات، ولكن رأينا أن حضرموت لها حق واجب. والله من أتى إلى هذا المكان لم يأتي لأجل شخص، ولكن أتى لأجل حضرموت. البارحة كنا في اجتماع مع المحافظ، دعا المستشارين وأعضاء مجلس الشورى والفقير أحد أعضاء مجلس الشورى. اجتمعنا وكانوا لله وللأمانة كل من حضر يتكلم عن حقوق حضرموت، وكلهم يريدون حضرموت حتى سعادة المحافظ. ولكن نحن نعرف السياسة ونعرف المسؤول كيف يحسب حسابات. هذه الهبة وهذه المقام وهذه الهبة الشعبية هي التي ستحقق وستكون السند الكبير للمحافظ. المحافظ له حدود وعليه ضغوطات كما سمعتم، ولكن ما الذي سوف يكون هناك؟ الذراع اليمين للنخبة وللهب وللمسؤول الذي هو في الوزارات أو الذي هو في قمة المسؤولية، شعبه الذي يستند عليه، شعبه الذي يتقوى به. إذا كانت هناك بعض المسؤولين يتقوى بقبيلته أو يتقوى بحزبه، فالحضرمي يجب أن يتقوى بحضرميته. الحضرمي يجب أن يكون هو ابن حضرموت. نحن عندما كنا في الوزارة نتمنى أن يكون لدينا حضارم يقفون أمامنا، ولكننا لا نستطيع، لأننا نقول من معنا ليس ورائنا أحد. كانت في الوزارات السابقة كان كل حكومة لها 7 أو 8 وزراء من حضرموت. اليوم أين وزراء حضرموت؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن حضرموت ضعيفة لا تفرض رأيها ولا تفرض كلمتها، والمسؤول يجد من وراءه رجال يتكلمون ويقولون هذا ابننا نحن سنقف معه. أيها الإخوة، المسؤول لا يتقوى إلا بأهله. اليوم حضرموت تؤخذ خيراتها. والله قلناها أمس للمحافظ: يا سعادة المحافظ، لا يمكن شخص شريف يرى ويسمع أن هناك البوز تعبى من حضرموت ثم تذهب لجيود خاصة ونحن نتسول ونطبر على الروتي. هذا غير مقبول أبدا. هذا لا يمكن أن يقبله شريف ولا يمكن أن يقبله إنسان يخاف الله عز وجل. اليوم الشعب في حالة تعبانة جدا، ونحن نقف مع الجميع
ونريد كل من لديه هم حضرموت أن يجتمع، كل من نريد أن تعود اللحمة التي كانت من قبل هذا الموقع، يعود الأخ حسن الجابري ويعود المحافظ ويعود كل من هو يريد حضرموت، يجتمعون الناس كلمة واحدة لأجل حضرموت. ونخبتنا كما سمعنا من الشيخ صالح هو خط أحمر، خط أحمر مكسب يجب علينا أن نحافظ عليه وأن نرعاه. ونشكركم على هذه الدعوة، وهي ليست دعوة، هي واجب على كل من أن يلبي ويدعو المناصب والعلماء. ولدينا رئيس مجلس العلماء موجود، ولدينا كثير من المرجعيات موجودين، ولدينا إخواننا من كل التيارات موجودين وأكاديميين ومحاميين. والكل الآن يقول كلمته: نحن مع من؟ نحن مع من؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.